يستدرج صاحبه من نفيشه، يجيبه ويطلعه البيت ويتاكد ان هو فارق الحياه، يشغل منشار كهرباء ويقطع في لحمه ويحمر وياكل. طفلين حتى ما كملوش سن البلوغ، واحد فيهم عمل حاجه عمرك ما كنت تتخيلها انها تحصل من طفل صغير. تابع معانا عشان نحكي القصه كلها من البدايه. في البدايه في يوم عادي جدا في مدينه الاسماعيليه، خبر انتشر وسط الناس ان في طفل اختفى ومحدش عارف هو راح فين. في الاول الاهل والجيران كانوا فاكرين الطفل ده ممكن يكون عند اي حد من اصحابه او يا اما لسه في المدرسه وهيخلص ويجي على البيت على طول، ولكن اللي حصل عكس كده تماما. عدى اليوم كله والطفل لسه ما ظهرش. فضلوا يدوروا عليه في كل حته في الشوارع، حتى عند اصحابه وفي المدرسه مفيش اي اثر للطفل ده. في البدايه الطفل ده اسمه محمد ده عنده 13 سنه، معروف بين صحابه وبين الناس ان هو شخص طيب وهادي، محدش يعرف عنه اي حاجه غير ان هو شخص محترم وكويس. وبسبب سمعته الطيبه دي الناس بدات تدور مع اهله عليه، لحد ما عدى وقت كبير والناس يئست من التدوير عليه فلجأوا للشرطه. ولما الشرطه بدات تراجع الكاميرات في المنطقه فعلا لقوا محمد داخل بيت واحد صاحبه اسمه يوسف بس ما طلعش تاني. في البدايه الشرطه حاولت تتكلم مع يوسف عشان تعرف فين مكان محمد او ايه اللي حصل له. يوسف كان دايما بيقول ان انا ما اعرفش مكان محمد، ان محمد سابني عند اول الطريق وما شفتوش تاني من ساعتها. ولكن في واحد من الجيران بيقول انا شفت محمد طالع مع يوسف البيت عندهم ومن ساعتها محمد ما ظهرش تاني. وطبعا زي ما قلنا في الاول ان الشرطه بدات تراجع الكاميرات في المنطقه وفعلا لقوا محمد داخل بيت يوسف بس ما طلعش تاني. هنا كل حاجه اتغيرت والشك بقى يقين والقلق بقى خوف بالنسبه لاهل محمد. رجال المباحث راحوا على بيت يوسف بس محدش كان مصدق اللي ممكن يشوفه هناك. في التحقيق يوسف اعترف في كل حاجه، قال ان محمد جه عنده يلعبوا شويه لكن حصل بينهم خلاف بسيط وبداوا يتخانقوا. محمد مسك آلة حاده وجرح يوسف في ايده، فيوسف ساعتها اتجنن وتعصب عليه ومسك شاكوش في البيت عنده وضربه على دماغه، بس ضربه واحده كانت كفيله تخلي محمد ما يتحركش تاني ابدا من مكانه. ساعتها بدل ما يوسف يخاف او يطلب المساعده من اي حد وقف يبص على الجثه وسكت لثواني، بعدها عمل حاجة محدش ممكن يتخيل ان اي طفل صغير يعملها. يوسف راح على ورشة والده وجاب منشار كهربائي بدأ يقطع الجثة تحت تأثير الصدمة او تقول الغباء ما تعرفش. المهم ان هو قال في التحقيقات انا كنت عايز اشوف ايه اللي بيحصل زي اللي بشوفه في الافلام بالظبط. كان بيتكلم كأنه بيتفرج مش كأنه عامل كارثة زي دي. وكمان عشان هو قال ان هو استلهم فكرة الجريمة من مسلسل اسمه ديكستر، كان بيتفرج عليه وكان بيشوف ازاي القاتل بيقطع الجثث بتاعته. يوسف بيقول بعدها ان هو لف كل جزء في كيس اسود ونزل واحده واحده يرمي الاكياس في كذا مكان. النيابه بعد كده امرت بعرضه على الطب النفسي عشان يشوفوه اذا كان عنده مشكله عقليه ولا لا. مفيش طفل في العالم ممكن يعمل كده الا لو كان عقله اصلا مخطط للحاجات دي من زمان. لو انت كمشاهد لو القرار يرجع لك ايه القرار اللي ممكن يصدر منك ناحيه الطفل ده؟ وهل انت متعاطف معاه عشان ظروفه؟ في الحقيقه في ناس كتير ما تعرفش ان يوسف والدته منفصله عن والده من فتره كبيره، وكمان اللي عمل له صدمه اكتر ان هي متجوزه من عمه، ولا تفتكر ان هو يستاهل العقوبه القصوى بغض النظر عن سنه. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات.